في الفيديو ده هحكي لكم عن المهام اللي كلفت أفروديت بيها سايكي علشان ترجعها لكيوبيد، وده بعد ما سابها لما ما التزمتش بوعدها ليه وحاولت انها تعرف هو مين، واللي طبعا كانت مهام مستحيل على البشر تحقيقها زي ما قلنا، وده علشان أفروديت تقدر تتخلص من سايكي زي ما هي عايزة. وكانت أول مهمة من المهام دي ان سايكي تروح مخزن المعبد وهتلاقي فيه جبل كبير من الحبوب المختلطة ببعضها، وكانت مهمتها الأولى انها تفصل كل نوع من الحبوب لوحده، لكن بشرط ان ده يتم قبل غروب الشمس. في الوقت ده كان كيوبيد بيراقب سايكي وقرر ان هو لازم يساعدها تخلص المهام بتاعتها، وده طبعا من غير ما تعرف ومن غير ما تشوفه كمان. وهنا امر كيوبيد جحافل النمل انها تساعد سايكي وتفصل بدلها الحبوب، وفعلا في الميعاد المحدد راحت أفروديت وهي سعيدة علشان تشوف بنفسها فشل سايكي، لكنها اتفاجئت بنجاحها في المهمة. وهنا ما كانش قدامها حل غير انها تكمل وتكلفها بمهمتها التانية، واللي كان فيها خطر كبير عليها، لانها امرتها انها تجيب 3 خصل براقة من صوف اغنام البريق الذهبي المتوحشة، واللي كانت بترعى في حقل أفروديت نفسها. وراحت سايكي فعلا وهي متحمسة تحاول تمسك الأغنام علشان تلحق تخلص مهمتها التانية، لكنها اتفاجئت بصوت بيوقفها ويقول لها إنها لازم تستنى لنص النهار وتروح تدور بين الزرع، هتلاقي الخصل دي اتعلقت بينهم، وده بعد مرور الغنم بينهم وقت رعيهم، وبكده تقدر تاخد الخصل بسهولة من غير ما تعرض نفسها لأي خطر. وفعلا نفذت سايكي النصيحة وخلصت مهمتها التانية. وهنا بقى قررت أفروديت إنها لازم تقضي تماما على سايكي، وده كان بإنها كلفتها بمهمتها الثالثة والأخيرة، وقالت لها إنها هتساعدها تنزل العالم الآخر وتجيب لها من بيرسوفوني صندوق المرهم السحري بتاعها، وبيرسوفوني بالمناسبة تبقى زوجة هيدس حاكم العالم السفلي. وفعلا راحت سايكي المسكينة للعالم السفلي وخدت صندوق المرهم السحري بتاع أفروديت واللي بيحافظ دايما على جمالها الإلهي وشبابها الدايم. وفي طريقها للرجوع كانت سايكي فرحانة جدا إنها خلاص نجحت في مهمتها الثالثة والأخيرة، وفي طريقها لإنها تشوف كيوبيد بعد أيام طويلة من الحزن والفراق، واللي طبعا أثروا على شكلها وخلوه مش أحسن حاجة. وهنا فكرت سايكي إنها تفتح الصندوق وتجرب المرهم الخاص بأفروديت علشان تكون في أبهى صورة لما يشوفها كيوبيد. ودي بالظبط بقى كانت خطة أفروديت، إنها تستغل فضول سايكي الزايد ضدها، لأن ببساطة الصندوق ما كانش فيه مرهم الشباب الدايم ولا حاجة، لكنه كان فيه روح النوم واللي اتحررت أول ما سايكي فتحت الصندوق، ونامت سايكي للأبد نتيجة فضولها. بس من حسن حظها إن كالعادة كان كيوبيد بيراقب علشان يضمن نجاحها في مهمتها، وقدر بسهامه إنه يتغلب على روح النوم ويرجعها الصندوق تاني، وشال سايكي وطار بيها الجبل الأوليمب، وراح لزيوس كبير الآلهة وطلب حمايته لسايكي من أفروديت، وطلب كمان اعترافهم بيها كزوجة أبدية ليه. وفعلا زيوس أمر سايكي إنها تاكل من طعام الآلهة واللي اكتسبت بسببه صفة الخلود، وأجبر زيوس أفروديت بالاعتراف بجوازهم. وبكده تبقى انتهت قصة كيوبيد وسايكي اللي وضحت لنا تأثير الشك والفضول والحقد على الحب، وإن الحب زي ما بيقولوا كائن أعمى بيقود الجنون.